ضمن هذه الحملة التوعوية التي أسماها الإرشاد الديني أو أسميناها اشعر حبيبي والتفت حبيبي، اشعر إلى تكليفك الشرعي في مواطن كثيرة، وأهم هذه المواطن التي يجب على المجاهد أن يشعر بها ويلتفت إليها هو أن يحافظ على صلاته وفي أوقاتها، وأن لا يتركها، وأن لا يترك بعضها، كما هو الحال في صلاة الصبح. المجاهد هو أولى الناس بأن يؤدي الصلاة في أوقاتها، وهذا أمر لا نقاش فيه أبدا، لأنه مؤمن ومجاهد، وهنا هو في ساحات القتال يدافع عن المقدسات، يدافع عن كل شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى، فكيف يتماهل ويتساهل ويستخف بصلاته؟ لا بد للمجاهد أن يهتم بصلاته، ولا سيما أوقات الصلاة، يصلي في أوقاتها الصحيحة، ولا يقول للصلاة عندي عمل، بل يقول للعمل عندي صلاة، كما هي الحكمة كذلك. ولا سيما صلاة الصبح أن يصليها في وقتها ولا يتماهل فيها أبدا ولا يستخف فيها أبدا، فإنه قد ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، لأن الصلاة يسأل عنها الفرد المؤمن يوم القيامة، فإن ردت رد ما سواها، وإن قبلت قبل ما سواها. يسأل سيدنا الشهيد رضوان الله عليه في مسائل وردود، لعله في الجزء الثالث مسألة كما أتذكر 210، يسأل عن أن الفرد إذا ترك الصلاة، صلاة الصبح، ل3 مرات متتالية، ما هو حكمه؟ سيدنا الشهيد رضوان الله عليه أجاب أن من ترك صلاة الصبح ل3 مرات فإنه يكون من تاركي الصلاة، يعني يكون تاركا للصلاة، وتارك الصلاة كافر. هذا القول أن تارك الصلاة كافر يكفي جدا لأن يهتم الفرد المؤمن ولا سيما المجاهد بصلاته، ولا يفضل عليها شيئا آخر، ولا سيما إذا كان يعني مستطيع لها وهو متيقظ في الصباح ويرى إخوانه المجاهدين يصلون، عليه أن يبادر إلى الصلاة، فالصلاة هي معراج المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أولا، ويوفق إخواننا المجاهدين في المحافظة على الصلاة والاعتناء بها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.